توازنات الزواج من كتاب خطوة لقدام سنوات المراهقة والرشد دكتور أوسم وصفي. بيبدأ الكاتب الفصل ده من كتابه بأن ربنا بحكمته عمل الكون بقوانين عظيمة ومحسوبة، وكأن الكون موضوع على ميزان، والزواج كمان بيحتاج لتوازن في أمور كتير علشان يحصل الانسجام والنجاح. أول أمر، الزواج بيحتاج لتوازن بين الأخذ والعطاء، فالإنسان في الطفولة بيميل للأخذ أكتر من العطاء، وفي المراهقة بيكون في صراع بين الأخذ والعطاء، وفي مرحلة الرشد بيوصل الإنسان للتوازن بين الأخذ والعطاء، وبعدها يقدر يوصل لمرحلة النضج اللي فيه بيعطي أكثر ما بياخد، فيقدر يأجل احتياجاته من أجل تسديد احتياجات أطفاله والأشخاص الأقل نضجاً. لكن لما بيدخل سن الرشد وهو مستمر في الأخذ أكتر من العطاء، بيبقى نفسياً لسه في مرحلة الطفولة، واللي بيمارس العطاء أكتر من الأخذ طول الوقت في أغلب مراحل حياته بيتعامل بنضج غير حقيقي وموصلش لسه ليه، وهيتقلب عطاؤه لعنف وثورة أو حزن واكتئاب. والتوازن هنا إنك تكون مريت على مرحلة الأخذ علشان تقدر توصل لمرحلة العطاء. وبيقول الكاتب إن النضج في العلاقة الزوجية هو الاتزان بين الأخذ والعطاء. في بعض الأوقات بيمر إحدى الزوجين بالضعف والاحتياج، وده بيخلي الطرف الآخر يمارس العطاء أكثر من الأخذ، لكن لمرحلة مؤقتة لغاية ما يرجع يتقوى علشان ما يستمرش طول الوقت في مرحلة الضعف والاحتياج والأخذ، وعشان ما يلغيش وما ينكرش الطرف الآخر احتياجه كمان للأخذ. عشان كده دربوا نفسكم على العطاء لما يكون شريك الحياة محتاج، وعلى طلب المساعدة لما تكون أنت محتاج المساعدة. تاني أمر، توازن الكلام والاستماع. عشان نقول أفكارنا ونعبر عن مشاعرنا بنحتاج نتكلم، وعشان نفهم الآخر وندخل لعالمه بنحتاج نسمع ونسأل باهتمام وندي رد فعل بأننا فهمنا اللي عايز يقوله الآخر. وبيقول الكاتب في نوعين من الاستماع. الأول الاستماع السلبي الصامت، وبنحتاجه لما نكون في حالة غضب وحزن وخوف، لأننا بنحتاج نطلع اللي جوانا من غير ما شريك الحياة يقاطعنا. والنوع التاني الاستماع الإيجابي، وبنحتاجه في حالة احتياجنا لرد فعل من شريك الحياة إنه يسمعنا ويطمنا ويقبل اللي بنقوله. والزواج لازم يكون فيه اتزان بين الكلام والاستماع. ما ينفعش إن إحدى الزوجين بيكون بيسمع طول الوقت ومش بيعبر عن نفسه واحتياجه ومشكلاته، ولا ينفع يكون إحدى الزوجين بيتكلم طول الوقت من غير ما يسمع شريك حياته. عشان كده دربوا نفسكم على الاستماع لما تحس إن شريك حياتك محتاج يتكلم، ودرب نفسك على الكلام وإنك تفتح قلبك لشريك حياتك عشان يعرفك ويفهمك. تالت أمر، توازن الاقتراب والابتعاد، أو بمعنى تاني الحدود، وده مرتبط بقوانين كتير زي قانون الزرع والحصاد. فإذا زرعت أفعال محبة هتحصد علاقة أفضل، وإذا زرع كل واحد لنفسه بس في عمله وحياته الشخصية هيحصد بعد وبرود وانفصال في العلاقة الزوجية. القانون التاني هو المسؤولية، فالزوجين مسؤولين قدام بعض ومش مسؤولين عن بعض، بمعنى إن كل واحد مسؤول قدام الآخر إنه يتصرف بأفضل طريقة، لكن مش مسؤول عن استجابة الطرف الآخر. القانون الثالث هو قانون التغيير، فما يقدرش واحد من الزوجين تغيير الآخر. يمكن نقدر نأثر على بعضنا بالقدوة والنصيحة، لكن هتبقى فكرة تغيير الإنسان هي مسؤوليته الشخصية. القانون الرابع هو الاحترام، بمعنى اللي أتوقعه من شريك حياتي ليا لازم أعمله ليه، فأحترم دوافعه ورغباته في الحياة زي ما أنا عايزه يحترم دوافعي ورغباتي. القانون الخامس هو إنك تكشف عن حدودك بوضوح، بمعنى إنك تعبر عن إيه اللي بتحبه وبيسعدك وإيه اللي بيغضبك وبيألمك، وتسمع لشريك حياتك وتفهم حدوده. رابع أمر، توازن الذكورة والأنوثة. وقال الكاتب إن صفات الذكورة والأنوثة الاتنين موجودين في الرجل والأنثى، والعلاقة الناضجة بين الزوجين فيها بيكون عند الراجل صفات ذكورة كافية، وفي الوقت نفسه بيدرك الجانب الأنثوي اللي فيه عشان يقدر يستوعب شريكة حياته. وكمان المرأة بتكون عندها قدر كافي من صفات الأنوثة، وفي نفس الوقت بتتلامس مع الجانب الذكوري اللي فيها علشان تقدر تفهم زوجها. وعدم التوازن بيؤدي لمشكلات كتير زي نقص الذكورة النفسية عند الراجل بتخليه يحس بالنقص ويعوض ده بالعنف، ونقص الأنوثة النفسية عند المرأة تخليها دايماً تنافس جوزها وتتحداه. وعدم إدراك الراجل للجانب الأنثوي اللي فيه بيخليه شخص عقلاني عملي مش بيميل للكلام عن مشاعره، وده بيؤدي لإحباط زوجته أغلب الوقت.
وعدم إدراك المرأة للجانب الذكوري اللي فيها بيخليها سلبية وشديدة الحساسية وتفتقد للمناقشة والتفاعل، وده بيؤدي لإحباط زوجها. عشان كده دربوا نفسكم على مراعاة الاختلاف بينكم، وفي نفس الوقت افهموا وقربوا من بعض. وفي الآخر بيقولك الكاتب إن نجاح زواجك ده قرار بتاخده وخطوات بتمشيها كل يوم علشان تستمتع بعلاقة مشبعة مع شريك الحياة. فهل عندك القدرة والصبر والنية علشان تنجح زواجك؟ صلي إن ربنا يديلك الحكمة علشان تعيش التوازن في الزواج. الفكرة خلصت، لكن الكتاب مليان بالتفاصيل، بنشجعك تقراه وأكيد هتستفاد أكتر. ربنا معاك.